سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، وان شاء الله يكون شهر خير وبركة واستجابة لكل دعواتنا يا رب. رمضان السنة دي حبيت ان هو يكون مختلف عن كل سنة عدت قبل كده، وانا كل سنة كده بحاول ادخل عادة جديدة في رمضان. فجات لي فكرة حلوة قوي، بما ان انا الحمد لله عندي متابعين كتير جدا، وكلكم لاحظت من الكومنتس اللي انتوا بتكتبوها لي على فيديوهات النصايح اللي انا بنزلها على القناة دي، بتثقوا في رأيي، بتتأثروا بكلامي. فقررت وبما ان احنا في الشهر الكريم، وبما اني بيقولوا ان انا بعرف احكي قصص، ليه ما نحكيش احلى القصص، قصص من القرآن الكريم. معلومة ما تعرفوش عني، وهي ان انا وانا صغيرة ما كنتش بعرف انام خالص غير لما بابا يحكي لي قصة، وكانت معظمها قصص من القرآن الكريم، قصص انبياء، قصص تاريخية، لحد ما وصلنا لدرجة ان بابا حكى لي كل القصص، ما بقاش في اي قصة جديدة، وانا كنت لسه ما بعرفش انام من غير قصة. فكنت بخلي بابا يعيد لي القصص دي من اول وجديد. فانتوا مش متخيلين انا سمعت القصص دي كم مرة في حياتي. فانا الصراحة بعشق القصص دي من وانا صغيرة، فهتلاقوني متحمسة قوي وانا بحكي لكم. فانتوا برضو قولوا لي رايكم، اكتبوا لي في الكومنتس لو حابين نكمل في سلسله القصص دي في رمضان ان شاء الله. واول قصه قررت ان احنا نبدا بيها قصه من اكتر القصص اللي انا بحبها، قصه سيدنا يوسف عليه السلام. والحاجه المميزه واللي انا حابه اعملها وتكون اثر ليا في رمضان ده ان شاء الله، ان احنا مش نحكي قصص بس، كمان هنطلع كل الدروس اللي لازم نتعلمها في القصه دي، ونقدر ان احنا نطبقها في حياتنا اللي احنا عايشينها دلوقتي. عشان بالرغم ان القرآن الكريم نزل من اكتر من 1400 سنة، الا ان هو فيه اجابات عن اي حاجة احنا محتاجين نعرفها دلوقتي. قصة يوسف عليه السلام كانت من اكتر القصص اللي انا كنت بحب بابا يحكيها لي وانا صغيرة، عشان هي كانت قصة مشوقة قوي، فيها معجزات كتير جدا. كل حدث في القصة هيحسسكم ان انتم مصدومين اكتر من الحدث اللي قبله. تبدأ القصة بسيدنا يوسف عليه السلام، ولو ما كنتوش تعرفوا هو ابن سيدنا يعقوب عليه السلام. انا حاسة ان انا كنت محظوظة قوي الحمد لله ان انا عرفت كل المعلومات دي وانا صغيره، فمبسوطه قوي ان انا بشاركها معاكم دلوقتي. سيدنا يوسف عليه السلام كان عنده 11 اخ منهم واحد بس هو اللي كان شقيقه يعني اخوه من مامته ومن باباه، اما ال10 اخوات التانيين كانوا اخواته من باباه سيدنا يعقوب عليه السلام بس. فركزوا في المعلومه دي عشان هنحتاجها بعد كده. كان سيدنا يوسف وسيدنا يعقوب عليهما السلام معروف عنهم ان هم بيعرفوا يفسروا الاحلام او الرؤى بمعنى اصح. ففي يوم من الايام قال سيدنا يوسف عليه السلام لابوه سيدنا يعقوب عليه السلام ان هو شاف حلم غريب جدا. هو حلم انه شاف 11 كوكب والشمس والقمر بيسجدوا ليه، وتفسير الحلم ده انه سيدنا يوسف عليه السلام لما يكبر هيكون ليه شأن كبير قوي. اول حاجه سيدنا يعقوب عليه السلام عملها ان هو قال له ما تقولش لاخواتك على اي حاجه من اللي انت شفتها في الرؤيه بتاعتك، عشان للاسف هو كان عارف انه اخواته مش بيحبوه، كانوا مش بيحبوه، بيغيروا منه، عشان هم كانوا شايفين قد ايه سيدنا يعقوب عليه السلام بيحب سيدنا يوسف عليه السلام وكان بيهتم بيه. فسيدنا يعقوب عليه السلام خاف على ابنه سيدنا يوسف عليه السلام من الغيره والحقد اللي في قلوبهم، اللي هيزيد اكتر واكتر لو عرفوا انه سيدنا يوسف عليه السلام حلم الحلم ده. وهنا تحصل حاجه غريبه انا مش عارفه حتى اوصفها، بس اخوات سيدنا يوسف عليه السلام اجتمعوا مع بعض وقرروا ان هم يموتوه. انتوا متخيلين من كتر الحقد والغيره اللي في قلوبهم ما قدروش يستحملوا حتى ان هم يسيبوا اخوهم عايش، قرروا بمنتهى البساطه ان هم يخلصوا منه. وهنا نيجي لاول درس لازم نتعلمه من قصه سيدنا يوسف عليه السلام، وهي ان انتوا هتقابلوا ناس كتير قوي في الحياه هتكرهكم وهتتمنى لكم الشر، وهتحاول كمان انها تاذيكم، مش عشان انتوا ناس وحشه، مش عشان انتوا عملتوا لهم اي حاجه تضرهم، بالعكس عشان انتوا ناس كويسه، عشان انتوا ناجحين، عشان انتوا بتلمعوا لدرجه مخلياهم مش هيتحملوا حتى وجودكم، وساعتها للاسف هيحاولوا ياذوكوا باي طريقه. من المهم قوي وقتها ان انتوا تبقوا عارفين انه الاذيه دي مش بتعبر عنكم خالص، مش دليل على انكم فيكم حاجه مكسوره، مش دليل على انكم فيكم حاجه محتاجه تتصلح عشان الناس دي تحبكم، ده دليل على احساس بالنقص اللي جواهم. وسبحان الله بحس ان احنا بنتعرض للمواقف دي كتير قوي في حياتنا، كتير قوي في المدرسه، في الجامعه، في الشغل. فجاه بيظهر شخص بيكرهنا، بيحاول يأذينا، بيتكلم عننا وحش، بيحاول يقنع اللي حواليه ان احنا ناس وحشه، وبنقف كده مش عارفين هو بيعمل كده ليه، انت بتعمل كده ليه، احنا فينا ايه وحش. وساعات كتير قوي بنكلم الشخص ده وبنبقى عايزينه يرضى عننا، بنبقى عايزينه يصالحنا. جماعه ده غلط. ساعات كتير
كتير قوي الناس دي بتكره اللي قدامها بس عشان هو ناجح، بس عشان هو في صفه هم بس كانوا يتمنوا تكون الصفه دي فيهم، زي بالظبط اخوات سيدنا يوسف عليه السلام. فبعد ما قرروا ان هم يقتلوه طلع واحد فيهم وقال لهم لا يا جماعه احنا ما نقتلوش، احنا نعمل حاجه تانية خالص. ايه هي؟ احنا نرميه في البئر. وفي يوم من الايام هتيجي قافله معديه، زمان كانوا بيسافروا من بلد لبلد في قوافل على الجمال او على الاحصنه، وكانوا بيقفوا عند البئر عشان يشربوا في الطريق، عشان معظم الوقت كان السفر في الصحراء. فقال لهم بمنتهى البساطه في قافله هتبقى معديه هتقف عند البئر عشان يشربوا ميه، وهيطلعوا سيدنا يوسف عليه السلام من البئر وياخدوه معاهم في المكان اللي هم رايحينه، وخلاص كده نبقى خلصنا منه من غير ما نقتله. انا ما شفتش تفكير كده بجد، كل ما بسمع القصه بتغاظ اكتر. سبحان الله، مش عارفه جات لهم الفكره دي ازاي، بس كل اخواته اتفقوا على الخطه دي وقرروا ان هم ينفذوها. وبفكركم ان هو ما كانش منهم اخوه او اللي هو شقيقه الوحيد كان اسمه بنيامين، هو ما كانش منهم. انا بكلمكم كل ده عن ال10 اخواته اللي مش اشقاء. سيدنا يعقوب عليه السلام كان عارف ان هم مش بيحبوا يوسف عليه السلام، عارف ان هم ممكن يعملوا له اي حاجه تضره، وهم كانوا عارفين كده، فكان عندهم مشكله ان هم اصلا يقنعوا سيدنا يعقوب عليه السلام ان هم يقدروا ياخدوا سيدنا يوسف عليه السلام وهم خارجين. فكانت الحجه بتاعتهم ايه؟ ان هم نفسهم ياخدوا سيدنا يوسف عليه السلام معاهم الصحراء عشان يلعب ويتبسط، وحرام هو صغير، لو اخدناه معانا هناخد بالنا منه كويس قوي، وهو بس هيقعد جنبنا وهيلعب وهناخد بالنا منه. ففي الاول طبعا سيدنا يعقوب عليه السلام قال لهم لا طبعا ممكن يحصل له حاجه وممكن الذئب ياكله. هم قالوا له ازاي بتقول كده؟ احنا 10 رجاله هنبقى واقفين ويحصل حاجه زي كده؟ مستحيل طبعا هناخد بالنا منه وما تقلقش. فضلوا يطمنوه لغايه لما سيدنا يعقوب عليه السلام اقتنع انه سيدنا يوسف عليه السلام يروح معاهم تاني يوم. وفعلا تاني يوم اخدوه وراحوا على الصحراء ورموه في البئر. بس كان عندهم مشكله، هيقولوا ايه لسيدنا يعقوب عليه السلام لما يرجعوا؟ هيقولوا له ودوا سيدنا يوسف فين؟ فطبعا بقينا عارفين ان هم اي حاجه عندهم ليها حل. الحل اللي هم لقوه ان هم يقولوا له انه سيدنا يوسف عليه السلام اكلوا الذئب. بس كانوا برضو عايزين يدوه دليل، عايزين ياكدوا له ان ده اللي حصل، عشان لو بس قالوا له ان هو تاه في الصحراء او ضاع منهم كل يوم هيطلب منهم ان هم يدوروا عليه في الصحراء لحد ما يلاقوه. فهم ما كانوش عايزين كده كمان، يعني مش بس كانوا عايزين يخلصوا منه، كمان ما كانوش عايزين يدوروا عليه. فعشان ياكدوا له انه اكلوا الذئب اخدوا قميص سيدنا يوسف عليه السلام وذبحوا شاه او يعني زي معزه او خروف، واخدوا دمه ولطخوا بيه قميص سيدنا يوسف عليه السلام، ورجعوا لباباهم هم بيعيطوا وزعلانين وقالوا له ان سيدنا يوسف اكلوا الذئب وهو ده القميص بتاعه والدم بتاعه. سيدنا يعقوب عليه السلام حزن شديد جدا وقتها على ابنه، وهو كان حاسس من جواه ان هم بيكذبوا عليه، انه الذئب ما اكلش ابنه ولا حاجه، بس قرر ان هو يصبر، وكان جواه يقين كامل بربنا سبحانه وتعالى ان هو هيظهر الحقيقه. في الوقت ده سيدنا يوسف عليه السلام كان في البئر بيدعي ربنا ان هو ينجيه من المحنه اللي هو فيها، وفعلا عدت قافله على البئر ده علشان يشربوا، كانت رايحه مصر، وهم بقى بيطلعوا الميه من البئر طلع معاهم سيدنا يوسف عليه السلام، فلقوا ولد ما شاء الله جميل. المعروف عن سيدنا يوسف عليه السلام ان هو كان جميل جدا، جميل لدرجه مش طبيعيه، فاخدوه معاهم على مصر وقرروا هناك ان هم يبيعوه. وهتتصدموا لما تعرفوا مين اللي اشترى سيدنا يوسف عليه السلام. اشتراه عزيز مصر، واحد من اكبر الوزراء اللي كانوا موجودين في مصر وقتها. ومش بس كده، هو ما اشتراهوش كعبد او خادم، لا خالص، هو اشتراه واخده لزوجته هي امرأة العزيز، وقال لها خدي الغلام ده ربيه واحسني اليه واكرميه، عشان سبحان الله هم ما كانوش بيخلفوا، فقال لها تعالي نربيه وناخد بالنا منه لعله يكون ابن صالح لينا في المستقبل. جماعه انتوا متخيلين انه سيدنا يوسف عليه السلام كان مرمي في بير ميه عميق من غير اكل من غير شرب، محدش يعرف هو فين، كان ممكن يموت من الجوع، كان ممكن يموت من العطش، كان ممكن محدش يلاقيه، بس هو دعا ربنا، كان عنده يقين انه ربنا هينجيه من المحنه اللي هو فيها، وبعدها بايام يسكن في قصر عزيز مصر. انا الجزء ده من القصه دايما بيعلمني انه مهما مريت بظروف صعبه، مواقف مؤلمه، حاجات فعلا وجعتني في حياتي، ابقى عارفه كويس قوي من جوايا انه بعدها كل حاجه هتبقى احسن. انا وقتها ما ببقاش عارفه ازاي، مش بيبقى عندي اي طريقه انه ممكن الوضع السيء اللي انا فيه يبقى احسن، بس جوانا لازم دايما يبقى عندنا يقين انه الوحش مش هيدوم، الصعب عمره ما هيفضل، دايما ربنا هيجازينا خير عن الالم اللي احنا استحملناه، وبعدها عوض ربنا هيبقى
هيبقى كبير قوي لدرجه ان احنا هننسى اصلا الالم اللي احنا في يوم حسينا بيه. ففعلا عزيز مصر ومراته ياخدوا سيدنا يوسف عليه السلام ويربوه عندهم في القصر لغايه لما كبر. وهنا يجي تحدي من اكبر التحديات اللي عدت على سيدنا يوسف عليه السلام في حياته. جماعه انا حكيت لكم انه سيدنا يوسف عليه السلام كان جميل جدا، ربنا سبحانه وتعالى احسن خلقه، يعني اخلاقه كانت كويسه قوي، واحسن كمان خلقه كان شكله حلو جدا، لدرجه انه زوجة عزيز مصر في يوم من الايام دخلت عليه اوضته وقفلت الباب وكانت عايزاه يعمل افعال تغضب ربنا. فطبعا سيدنا يوسف عليه السلام رفض ان هو يغضب ربنا، بس هي ما اقتنعتش لدرجه ان هي شدته من قميصه وقطعت منه قطعه من الجزء اللي ورا، وبعدها دخل عليهم الاوضه عزيز مصر. فاول لما دخل عليهم هي بدات تكذب وتقول له عكس كل حاجه حصلت. كانت بتقول له ان سيدنا يوسف هو اللي عايزها تعمل حاجات تغضب ربنا، وان هو ازاي يعمل كده بعد ما احنا ربناه واكرمناه واحسننا اليه، هو كده يستاهل يا يتعذب يا يتسجن. ووقتها سيدنا يوسف عليه السلام فضل يقول لعزيز مصر ايه الحقيقه وانه مش ده اللي حصل، هي اللي حاولت تعمل كل ده. ووقتها عزيز مصر ما كانش عارف يعمل ايه، ما كانش عارف يصدق مين. وساعتها لجأوا لشاهد من اهلها فقال لهم انه لو قميص سيدنا يوسف عليه السلام مقطوع من قدام يبقى هي اللي بتقول حقيقه وسيدنا يوسف اللي بيكذب، انما لو كان مقطوع من الجزء اللي ورا يبقى هو اللي بيقول حقيقه وهي اللي بتكذب. بصوا على القميص لقوه طبعا مقطوع من الجزء اللي ورا، فتأكدوا ان هي الكاذبه وانه سيدنا يوسف عليه السلام هو اللي بيقول الحقيقه. بعدها الخبر ده انتشر بين نساء مصر وقعدوا يتكلموا انه ازاي زوجة العزيز تعمل كده، وبداوا يتكلموا عليها كلام وحش. فقررت ان هي تعزمهم كلهم في بيتها وتخليهم يشوفوا سيدنا يوسف عليه السلام، وفعلا عملت كده. ولما جم عندها البيت يا جماعه قدمت لهم فاكهه، ومع الفاكهه دي قدمت لهم سكينه. فبداوا عادي جدا يمسكوا الفاكهه والسكينه وبيقطعوا كده الفاكهه. دخل عليهم سيدنا يوسف عليه السلام. جماعه هو من شده جماله ما قدروش يركزوا وهم بيقطعوا الفاكهه، لدرجه ان هم بداوا يقطعوا ايديهم، مش مركزين، مش مصدقين ان هم شايفين شخص في شده الجمال دي. فالموقف ده بيقول لنا قد ايه سيدنا يوسف عليه السلام ربنا كان رزقه بقدر كبير قوي 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 من الجمال اللي في العالم. ولو فكرتوا ان التحديات والمواقف الصعبه اللي كانت بتواجه سيدنا يوسف عليه السلام خلصت وقتها، فانتوا غلطانين. فبعدها كتر الكلام في مصر عن اللي حصل وعن زوجة عزيز مصر وانها حاولت تغوي سيدنا يوسف عليه السلام، وبسبب كل ده كان القرار انه سيدنا يوسف عليه السلام يتسجن ظلم. هو كان بريء ما عملش اي حاجة، بس للاسف اتسجن ظلم. وعايزه اقول لكم ان هو كان احب اليه ان هو يتسجن عن ان هو يعمل اي حاجة تغضب ربنا، عشان هو كان ممكن يسمع كلامها ويغضب ربنا، وساعتها ما كانش اتسجن، ما كانش حصل له اي حاجة. بس عليه السلام كان ما عندوش مانع ان هو يتسجن بالسنين لمجرد ان هو بس ما يعملش حاجه تغضب ربنا. وبعدها دخل السجن وقعد في السجن كذا سنه. فسبحان الله في السجن يقابل شخصين يعرفوا منه ان هو بيعرف يفسر الاحلام. فقالوا له حلو قوي، هنحكي لك الحلمين اللي احنا حلمناهم وانت تفسرهم لنا. اول واحد حلم انه في خبز او عيش فوق دماغه وانه الطير جه ياكل الخبز من فوق دماغه. تاني واحد حلم ان هو بيعصر خمر. ففسر الحلم لاول شخص اللي حلم انه في طيور بتاكل خبز من فوق دماغه وقال له ان هو هيتصلب. اما الشخص التاني اللي حلم ان هو بيعصر خمر فقال له ان انت هتشتغل في بيت الملك، هيشتغل في بيت ملك مصر. وفعلا يخرج الشخص ده من السجن ويشتغل في بيت ملك مصر. ففي يوم من الايام ملك مصر يحلم حلم معين ويكون بيدور على حد عشان يفسر له الحلم ده. مين يعرف؟ الشخص اللي اشتغل في بيت الملك اللي سيدنا يوسف عليه السلام فسر له الحلم بتاعه. اول ما يعرف كده يفتكر سيدنا يوسف عليه السلام ويبلغ الملك ان هو يعرف شخص بيعرف يفسر الاحلام كويس قوي. ففعلا ملك مصر يبعت حد لسيدنا يوسف عليه السلام في السجن ويحكي له الحلم اللي حلمه ملك مصر عشان سيدنا يوسف يفسر له الحلم. انه مصر، ومش بس مصر، كمان الدول اللي حواليها هيعدي عليها 7 سنين كلها خير، فيها زرع، فيها اكل، فيها ميه، كل حاجه في 7 سنين دي هتكون كويسه. بس من بعدها هيعدي 7 سنين صعبه جدا، الاكل هيقل، الميه هتقل، ومش
ومش بس فسر له الحلم، كمان قال له يعمل ايه عشان يعرف يعدي من المحنه دي، من ال7 سنين اللي هتيجي صعبه جدا. قال له انه في اول 7 سنين لما يكون في خير كتير قوي، زرع واكل وميه، نخزن على قد ما نقدر اكل وشرب عشان لما تيجي ال7 سنين الصعبه نكون مستعدين ليها. وبعد اما ملك مصر سمع تفسير الحلم، قرر ان هو يحقق في القضيه بتاعه سيدنا يوسف عليه السلام تاني، ويعرف هل هو فعلا مسجون عشان هو مذنب ولا هو مسجون ظلم. وبعد ما حقق في الموضوع اتاكد انه سيدنا يوسف عليه السلام كان مسجون كل الفتره دي ظلم، وقرر اخيرا ان هو يطلعه من السجن. ومش بس كده، كمان خلى سيدنا يوسف عليه السلام وزير الخزائن في 7 سنين الخير والرخاء، هو المسؤول عن تخزين كل الاكل والشرب والغلال، وكمان في سنين المجاعه هو المسؤول ان هو يطلع من الخزائن الغلال والحاجات اللي كانوا مخزنينها ويوزعها على الناس. فزي ما قلت لكم انه ال7 سنين الصعبه دي مش هتكون على مصر بس، هتكون كمان على الدول المحيطه بمصر، وكان منها المنطقه اللي كان عايش فيها اخوات سيدنا يوسف عليه السلام. فلما حصلت سنين المجاعه قرروا ان هم يروحوا مصر عشان ياخدوا من الخزائن بتاعتها. واول لما راحوا مصر مين شافهم بالظبط؟ شافهم سيدنا يوسف، وهو بس اللي عرفهم، هم ما قدروش يعرفوه عشان هم لما رموه في البئر كان صغير قوي. لما تعدي السنين دي كلها ويشوفوه هو كبير اكيد هم مش هيعرفوه، بس لما شافهم ما قال لهمش ان هو يوسف عليه السلام. عمل ايه؟ اداهم من الاكل والحاجات اللي هم محتاجينها، وكمان ما اخدش منهم حاجه في مقابل ده، بس طلب منهم طلب واحد بس، ان هم المره الجايه لما يجوا يجيبوا معاهم مين؟ فاكرين في اول القصه لما انا قلت لكم ان هو كان عنده اخ شقيق ليه من مامته ومن باباه؟ طلب منهم انه في المره الجايه اللي هم جايين له فيها يجيبوا اخوه معاهم، بس طبعا من غير ما يقول لهم ان هو اخوه. ففعلا رجعوا لباباهم سيدنا يعقوب عليه السلام وطلبوا منه ان هم المره الجايه اللي يروحوا فيها ياخدوا معاهم اخوهم. طبعا سيدنا يعقوب رفض جدا، طبعا خاف ان هم يعملوا فيه اي حاجه، بس هم كانوا مصممين جدا وقالوا له ان وزير خزائن مصر ادانا قمح وحاجات وما اخدش مننا ثمنها، هو بس عايز يشوف اخونا، ارجوك بس خليه يجي معانا المره دي واحنا هناخد بالنا منه. بس هو مرضيش يخلي اخوهم يروح معاهم الا لما وعدوه ان هم هياخدوا بالهم منه ويرجعوه معاهم بالسلام. ففعلا رضي واخدوه معاهم لسيدنا يوسف عليه السلام. فاول لما سيدنا يوسف شاف اخوه كشف له عن نفسه وقال له ان هو سيدنا يوسف عليه السلام، وقال له ما تخافش انا معاك. بس لحد دلوقتي اخواته ما يعرفوش خالص ان هو سيدنا يوسف عليه السلام اللي رموه في البئر من سنين، واللي سيدنا يوسف كان عايزه ان هو يخلي اخوه معاه في مصر. هو كان اخوه شقيقه وكان قريب منه جدا، بالاضافه الى ان هو عايش زيه طول حياته يتيم الام عشان مامتهم اتوفت وهم صغيرين. فعشان هو كان عايز اخوه يفضل معاه عمل خطه بطريقه كده ان هو يتهم اخوه ان هو سرق حاجه، وفي الوقت ده لو حد كان سرق من حد حاجه، الشخص اللي سرق حاجه منه يقدر يخلي الشخص اللي سرق حاجه ده عنده وما يخليهوش يمشي. فزي هم عملوا مسرحيه كده على اخواته التانيين، وقال لهم ان هو سرق مني حاجه وللاسف مش هتقدروا تاخدوه معاكم. وفعلا رجعوا من غير اخوهم، بس للاسف لما رجعوا لسيدنا يعقوب عليه السلام وما لقاش معاهم اخوهم، حزن حزن شديد جدا، ومن كتر البكاء، من كتر ما عيط وبكى على فراق ابنه التاني، عينيه ابيضت، فقد نعمة البصر. جماعة اتعمى. وبعدها سيدنا يعقوب أمرهم إن هم يرجعوا ويرجعوا معاهم أخوهم، وفعلا رجعوا تاني على مصر. وساعتها قابلوا سيدنا يوسف عليه السلام، وساعتها سيدنا يوسف كشف عن نفسه وقال لهم إن هو أخوهم اللي رموه في البئر من سنين. طبعا اتصدموا. يا جماعة انتوا متخيلين؟ أنا مش قادرة أتخيل كم الصدمة اللي كانت على وشوشهم في اللحظة دي، وأكيد فضلوا يعتذروا منه ويطلبوا منه إن هو يسامحهم. تتخيلوا كده إنه سيدنا يوسف عليه السلام عمل ايه؟ تخيلوا اخواته اخدوه وهو صغير رموه في بير لوحده، كانوا بيكرهوه، كانوا بيحقدوا عليه، كانوا عايزين بس يخلصوا منه، وهو في اللحظه دي كان بمنتهى السهوله ممكن يأمر ان هم يتسجنوا ويتعذبوا، بس هو ما عملش اي حاجه من الحاجات دي، هو سامحهم. جماعه سامحهم، وده درس تاني نتعلمه. هو كان يقدر ينتقم، يقدر ياخد حقه منهم، بس لا، قرر برضو ان هو يكون احسن منهم ويسامحهم. وطلب منهم طلب غريب قوي، ان هم ياخدوا القميص بتاعه ويحطوه على وش سيدنا يعقوب عليه السلام. وفعلا اخدوا القميص، واول لما حطوا القميص على وشه وشالوه، سبحان الله سبحان الله، عينيه رجعت تاني لطبيعتها ورجع يشوف تاني. ودي معجزة تانية من المعجزات اللي حصلت لسيدنا يوسف عليه السلام. واخدوا معاهم سيدنا يعقوب وراحوا كلهم مصر، واخيرا سيدنا يوسف شاف باباه تاني، وساعتها كل اخواته
اخواته ال11 سجدوا له، وده كان تفسير الحلم اللي هو حكاه لباباه وهو صغير لما شاف 11 كوكب بيسجدوا له. ده كان رمز لاخواته. يعني فعلا بعد كل السنين دي الحلم اللي هو حلمه وهو صغير يتحقق، بالرغم ان كل اخواته كانوا ضده. زوجة العزيز افترت عليه، دخل السجن، بالرغم من كل ده برضه قدر ان هو يكون وزير خزائن مصر. بالنسبه لي اكبر واهم درس اتعلمته من قصه سيدنا يوسف عليه السلام هو ان احنا لما يحصل لنا اي حاجه في الحياه حاسين انها وحشه صعبه مش هنقدر نتحملها، نبقى عارفين كويس قوي ان دي جزء من خطه ربنا لينا. يعني لو ما كانش اخواته رموه في البير، ما كانش راح مصر، ما كانش اتربى في قصر عزيز مصر، لو ما كانش اتسجن وعرف الشخص اللي هو عرفه بعد كده على ملك مصر، ما كانش هيتعين وزير لخزائن مصر. انا عارفه انه في ناس كتير قوي من اللي بتسمع الفيديو بتمر دلوقتي بمحنه، مرض، اختبار، ابتلاء من ربنا، بس بجد يا جماعه قصه سيدنا يوسف تعلمنا ان احنا نكون واثقين في تخطيط وتدبير ربنا لحياتنا، وان احنا لو كنا نعرف كل السيناريوهات اللي كانت ممكن تحصل لنا في حياتنا كنا برضو هنختار الحاجه اللي ربنا اختارها لينا. فانا عارفه انه في اوقات هتمر علينا هتكون صعبه، عارفه انه في الحياه دي كل حد فينا هيبتلى وهيمتحن، بس من المهم قوي في الوقت ده ان احنا اول حاجه نصبر، وتاني حاجه ان احنا ندعي ربنا بكل يقين ونكون متاكدين انه سبحانه وتعالى قادر على تبديل احوالنا مهما كان الموقف صعب، مهما كان الاختبار كبير. مش عارفه احكي لكم انا كم موقف عدى عليا في حياتي كنت متخيله انه ده اسوأ حاجه في العالم ممكن تحصل لي، كنت حاسه بعدها ان انا لا خلاص انا مش هعرف اعيش. يعني سبحان الله سبحان الله، لما ربنا قرر ان هو يبتليني في حاجه معينه ويختبرني، انا كنت مفكره وقتها انه دي نهايه العالم، ان انا مش هعرف اقوم تاني، انه خلاص انا حصلت لي اسوأ حاجه. جماعه والله العظيم لو الموقف ده ما كانش حصل لي انا ما كنتش وصلت لاي حاجه انا وصلها دلوقتي في حياتي. انا وقتها ما كنتش اعرف، انا وقتها كل اللي كنت بعمله ان انا بعيط متضايقه منهاره. بس بعد كده الايام والسنين علمتني ان ربنا سبحانه وتعالى اختار لي احلى اختيار، احلى من اي حاجه انا كان ممكن اختارها لنفسي. انا عمري ما كنت هعرف اخطط لنفسي كده، عمري ما كنت هقول يا اسراء انت تقدري تعملي كده، ولما يحصل كده هتقدري توصلي لمكان عالي قوي. انا عمري ما كنت هعرف اخطط لنفسي الخطه الحلوه دي. ربنا سبحانه هو اللي كان ليه اراده ان انا يحصل لي كل الحاجات الصعبه دي عشان اعرف اوصل للحاجات الحلوه اللي انا وصلت لها. فوالله انا لما بقول لكم الكلام ده بقوله لكم عن تجربه، انا حاسه بيكم وعارفه قد ايه لما بتمروا في الموقف الصعب بيكون صعب قوي في وقتها، بس اصبروا، احتسبوا، واستنوا عشان خطه ربنا هتكون احلى بكتير من الخطه اللي انتوا عاملينها لنفسكم. وبس كده، دي كانت قصه سيدنا يوسف عليه السلام باختصار، في احداث كتير قوي وتفاصيل، بس انا حاولت احكي لكم القصه كامله على قد ما اقدر. اكتبوا لي في الكومنتس ايه رايكم، حابين نكمل ان احنا نحكي قصص من القران؟ واهم حاجه اهم حاجه محتاجه ان انا اعرفها، وبجد هي دي الحاجه الوحيده اللي مخلياني عندي حماس مش طبيعي ان انا احكي لكم القصص دي، ان انا عايزه اعرف انتوا بقى اتعلمتوا ايه. انتوا سمعتوا القصه دلوقتي كلها، قولوا لي حاجه جديده انتوا اتعلمتوها من قصه سيدنا يوسف. اول لما بقرا الكومنتس وبشوف تاثير اي حاجه انا قلتها عليكم، ولو حد واحد بس استفاد، والله بجد لو اي حد بس استفاد وطلع من الفيديو عايز يبقى احسن في حياته، اتعلم حاجه جديده، دي الحاجه اللي بتبسطني. فاكتبوا لي اتعلمتوا ايه، وايه الحاجات اللي انتوا حابين ان شاء الله تطبقوها في حياتكم. وبس كده، رمضان كريم وكل سنه يا رب وانتوا طيبين.